حلة بطوط. هل احنا محتاجين حلة بطوط؟ لا مش محتاجاها، والله ما محتاجاها. انت ما عندكيش حلل يعني في جهازك؟ ممكن تحمري في اي حله عادي، مفيش اي مشكله، وبتعمل نفس الوظيفه اللي حله بطوطه بتعملها. هو كل الفكره ان هي نازله ترند بس مش اكتر. هتجيبي حله الكواليتي بتاعتها مش اعلى حاجه وغاليه مش رخيصه، تاخد زيت كتير جدا، لاني انت دلوقتي الحله قد كده والشبكه جواها قد كده، فانت اساسا الكميه اللي بتحمريها فيها ما بتكونش كبيره زي متخيله، ولو عايزه تحطي كميه كبيره بتضطري تحطي زيت كتير جدا، فبالتالي ده بتهدر معاكي. ممكن تستخدمي حله عاديه وما تحطيش جواها شبكه. انت ممكن تجيبي شبكه على قدها عادي جدا، بس ما تحطيش جواها شبكه وتحمري فيها. بعد ما تحمري بتطلعي بالقطعه اللي بتحمري بيها عادي جدا، ما فيش اي مشكله. واستخدمي الغطا بتاع الحله، والتحمير في الحله ده تحفه جدا، مش بيبهدل البوتاجاز ومش بيطرطش في كل حته، ومش محتاجه حله بطوط عشان تحمري فيها. الطواجن البورسلين نازله موضه جدا، الحاجات اللي هي مربعه والمدوره والحاجات دي شكلها حلو جدا تحفه، بس ما تجيبيش منها الاحجام الصغيره زياده عن اللزوم، عشان الاحجام الصغيره قوي دي مش هتنفعك قوي. القمع دوت حلو قوي وما بياخدش معاكي مكان وبينفع جدا الصراحه. القطعه دي تحفه حرفيا، هو بدلها الطبق، يعني ممكن تجيبي ما عندكيش حطي طبق عادي وحطي عليه الحاجه، بس فعلا هي حلوه قوي ان هي بتقسم الحاجه. ان انت مثلا لو حاطه حاجه مش عايزه توسخي المعلقه دي بالمعلقه دي، بتعملي اكلتين على النار او كده، حلوه جدا. مشابك قفل الاكياس دي من الحاجات التحفه، يعني تحفه بجد. بقولك ايه، ما عندكيش المشابك دي او مش عايزه تشتريها، مشابك عاديه بتاعه الهدوم اللي بننشر بيها الغسيل وكل حاجه، في منها بلاستيك وفي منها خشب، بس طبعا ما تستخدميهاش للنشير، انت خليها معاكي في المطبخ، بتقفلي بيها الاكياس، بتقفل الاكياس حلو جدا، احلى من المشابك دي كمان. بعد ما نزلت لكم الصوره دي وقلت لكم ان هو ده مش قد كده بصراحه ومش عملي وغالي، قلتوا لي طب نحط بقوليات في ايه، غير ان احنا ممكن نسيبها عادي في الباكت بتاعتها، بس لو حابين قوي العلب دي تحفه، بتبقى حلوه وكبيره وبتاخد كميه حلوه وسهله جدا في الاستخدام. علبه الرز دي لازم، يعني انت ما ينفعش ما تجيبيش علبه الرز، بالاخص لو بتجيبي الشكاير الكبيره. لو بتجيبي اكياس فرداني خلاص، بس انت هيجيلك وقت وهتشتري الشكاره عشان هي اوفر. الطبق ده تحفه، انا بستعمله بقى في رز، في خضار، في غيره، جميل جدا جدا بجد، لو ما جبتوش هتندمي جامد. القطعه دي تحفه، بس تجيبيها عريضه، حاولي على قد ما تقدري تجيبيها عريضه وعريضه، والماسكه بتاعتها من فوق. هتقولي طب ما اجيب اللي هي شكل السكينه دي، لا دي مش قد كده. اقول لك ليه، انت بتبقي ماسكاها من على الحرف وبتبقي بتتكي على الحاجه جامد، احيانا بتتكسر، فالافضل ان تكون ماسكتها من فوق بحيث لما تمسكي وتضغطي على الحاجه كده تتقطع، بس تبقى عريضه، عشان خاطر في منها البطاطسايه بتبقى بطاطسايه اكبر منها او جزريه اكبر منها، ما تجيبيش الصغيره قوي. قمع الزلابيه ده بيطلعها مدوره وبيطلعها بتنجانه، بتطلع اشكال عادي خزعبليه زي ما بتعمليها باي حاجه، ومن الاخر هي مش هتطلع مدوره غير مع الراجل، قليل قوي لو عملتيها طلعت معاكي مدوره، بس يبقى طعمها حلو عادي. مبدئيا انت هتجيبي اللي بتخلي بيها دي ومش هتستخدميها مرتين ثلاثه على بعض، وهي غاليه على فكره، فممكن ما تجيبيهاش عادي. مقوار التفاح حلو جدا، ولكن بديله المقوار العادي اللي عندنا في البيت، بنقور بيه التفاح برضه. قطعه التفاح اللي هي كده دي اغلبيه الناس اتكسرت منها، حتى اللي كلها معدن قالوا برضه ان هي اتكسرت منهم، فعادي قطعي بالسكينه مش محتاجه. ده ايه بقى ده؟ يعني ده دلع، ده انا مش شايفاه غير ان هو دلع. المقشره العاديه في ثانيه هتقشريها، لكن اللي يخليني اقعد اظبط التفاحه واعملها كده وفي حته مش هتقشر حلو حته تقشر حلو، قشرها بالقشره العاديه دي. شغاله بصراحه، شغاله وحلوه جدا، لكن بتوجع الايد شويه لما بتقعدي تعملي، هي بتتحط كده بيبقى شكل تومه او شكل مدور، وبتفضلي تلفيها كده عشان التوم يتهرس. حلوه بصراحه وبتجيب نتيجه، لكن ايدك بتوجعك، دي جميله. اي حاجه بتساعدك على التصفيه بتبقى جميله. ده دلع ودلع ماسخ كمان، ما تمسكيها بايدك حضرتك، ده نفس الدلع ونفس الدلع الماسخ برضو. ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ليه احط صباعين عشان اقشرها؟ ليه ما اقشرهاش بالقشره كده؟ احلى بكتير. ده ايه دي؟ دي ايه دي يعني؟ لو عملتهم بايدي كده ايه اللي هيحصل لي؟ اللي يخليني اجيبها واقعد الضمها وادخلها واعمل كده؟ طب ما شدها كده بايدي. دي بقى جميله، دي تحفه، دي تقولي لي اجيب منها قد ايه؟ اجيبي منها 10 وانت نازله السوق، نازله تعملي شوبينج، رايحه في اي حته، بجد بتلمي معاكي الاكياس، والاكياس مش بتعلم في ايدك التعليمه الرخمه دي. وبس كده، وده كان الجزء الثالث من رفايع حلوه ورفايع ملهاش لازمه. ولو عايزين جزء تاني في الكومنتات طبعا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه، ويلا باي.